أنا طالب نمر الغنامي من مدينة سخنين. أنا بتعلم حاليا بجامعة كوفيديس كونستانسا. أنا اليوم دعيت أصحابي من عدة بلدان: عبلين، عيلبون، وادي الحمام، من سخنين، عرابي. دعيناهم بالنسبة إنه نقعد قعدة أخوة، نحكي مع بعضنا، نتناقش بأمور الدراسة، كيف بدنا نبلش سنتنا الدراسية، وعلى أساس إنه يكون بيناتنا العلاقات الاجتماعية تكون مرتب بيناتنا، ونقدر نكمل حياتنا 6 سنين غير اليومية كيف ما أنت شايف الخلافة. دعيت أصحابنا وعمالين نحكي ونتناقش بأمور الدراسة. احنا عدة طلاب التقينا من عدة بلاد، اللي هن 7 بلاد، اللي هن سخنين، عرابي، عيلبون، وادي الحمام، كفر مندا، كفر كنا، وفي عندنا كمان الشباب من دبعين. احنا طلاب اجتمعنا بالطيارة، كان اجتماعنا الأول بالطيارة بطريقنا إن نسوي امتحان قبول بجامعة أوفيدوس مدينة كونستانسا برومانيا. التقينا بالطيارة أول مرة، الأجواء ما كانتش كيف، يعني إنه ما كناش نعرف بعض، ما كانتش في محبة أو صداقة أي إشي بيناتنا. يعني لأول مرة كنا بنشوف بعض. انجبرنا هناك يعني خلال فترة الأسبوع اللي طلعناها، انجبرنا إنه نفوت ببعض، نتخالط ببعض، نعرف بعض، عشان إحنا إن شاء الله نعيش مع بعض 6 سنين. الإشي اللي صار إنه هناك يعني تعرفنا على بعض وقعدنا مع بعض كثير، وكل شيء صار تمام، وإن شاء الله إنه نكمل ال6 سنين موفقة إن شاء الله. واحنا مروحين طبعا كانت الاجواء بالطياره غير عن كيف كانت واحنا رايحين، يعني فرق شاسع يعني بين الاجواء بالطياره واحنا جايين رايحين على رومانيا واحنا مروحين من رومانيا. وان شاء الله بنتامل انه تكون 6 سنين موفقه مع الشباب الطيبه هنا، انها بتكون 6 سنين مليئه بالنجاح ومبهره. أنا طلعت أتعلم طب لعدة أسباب، اللي هي أول إشي الأمراض اللي قاعدة بالطب عندنا بتصيب الناس اللي عندنا بالبلاد، أمراض عديدة، وكيف إحنا شايفين إنه فيش إلها حلول قاعد لحد هسه، وهذا الهدف اللي خلاني أفوت. وغير هيك حلم طفولي طبعا من وأنا صغير، حابب أكون طبيب عشان أساعد المجتمع اللي عندي. أنا حبيت أتعلم طب أولاً عشان مساعدة المجتمع، هاي أولاً. ثانياً هو موضوع أنا حبيته، أنا كنت أتمناه من أنا صغير إن أنا أتعلم طب، وهي أمنية أهلي إن أنا أتعلم طب وأكون ناجح. وثانياً إنه عمي توفى بالسرطان، أنا شفته عمال بيموت قدام عيني، أنا ما قدرتش أساوي ولا إشي. أنا حبيت أتعلم هذا الموضوع عشان أساعد الناس. هاي الأهالي أنا شفت كيف عندنا العيلة كلياتها أزمت، وكانت دائما ممقوتة بسبب إنه كان عمي دائما مريض وما بنقدر نساعده بإشي. عشان هيك أنا حبيت إني أتعلم طب، إن شاء الله راح أختص بالسرطان اللي أقدر أساعد الناس، الأطفال المحتاج، الأطفال اللي عمال تموت، اللي هو بيموت تقريبا كل سنة فوقيه 50,000 واحد من عدة بلدان بالعالم. حبيت أنا أتعلم طب وراح أكمل أختص موضوع السرطان اللي أقدر أساعد كل من يحتاج مساعدة. طبعا أنا طالب علي محمود ماضي من عراقة البطوف. حبيت أنا أتعلم طب صراحة. بتعرف من الطفولة الأهل بشجعوا الطالب إنه يتعلم طب، بس لما تكبر وتوعى وتصير صف 12 بتصير المجالات مفتوحة قدامك، بتصير تعرف شو في مجالات تعليم أكثر من وأنت طفل بس دكتور دكتور دكتور. في اختصاصات أكثر من دكتور اللي ناجحة، مثل المحاسبين بالتخنيون، مثل هندسة وراثة، هندسة محاسبين، هندسة كهرباء. في بلاية شغلات اللي هي يعني ناجحة مثل الدكتور. مش حتما دكتور هو الأفضل، يعني كل واحد الإنسان الأفضل والإنسان الناجح هو الناجح بمهنته. إن شاء الله كان يعني مش متعلم، يعني في بلاية ناس مش متعلمة اللي هي ناجحة. فأنا حبيت أتعلم طب مش لأنه أهلي بدهم ولا بالعكس، أنا كنت بدي طب بس أهلي قالوا لي حرام تخسر 6 سنين من حياتك وعمرك بيروح وهيك. بس الإنسان اللي عن جد اللي بده ينجح واللي بفكر يصل ما يردش حدا ويصل اللي هو بده إياه، مش الأهل. دفكة يعني أنا بنصح كل شاب حلو الآية، يعني الأهل نقدر نسمع له، مش نقدر مجبورين نسمع، لأنه يعني ركن أساسي بالحياة إنه نسمع الأهل. بس نصيحة ما حدا يسمع حدا، وخلي الموضوع اللي انت حابه يكون فيك، عشان انت راح تبرز فيه وراح تكون ناجح فيه وراح تصل الأفق اللي انت وناويها. طبعا يعني حبيت أتعلم طب أولا، يعني طب بالنسبة لي موضوع أساسي لمساعدة الآخرين،
واذا اي حدا بحبش الطب على القليل ياخذ كانه كورسات او اشي اهله زي مواضيع طبيه، لانه مرات يمكن تصير حالات بيتيه او حالات حوادث او حوادث عمل او اشي قدامك يصير، فبدك تعرف انت كيف تتعامل مع الشغله. انا حبيت اتعلم طب عشان اول اشي انفع مجتمعي، وبما انه مجتمع عمال يتطور بهاي الدولة، وبما انه اقلية فلازم نبرز حالنا بهاي الدولة ونصير مراتب مرموقة. وانا تعلمت طب او انا بدي اتعلم طب عشان اصل، بس هدفي انا، ما هدفي مش انه اتعلم طب بوقف. الطب هو مجال مفتوح اسا في الدولة وفيه مجال عمل كبير، فأنا حابب أتخصص، أو أنا بحبش أقول شو التخصص بدي إياه عشان أخلص وأعرف شو بدي، بس أنا حابب أتخصص أعصاب، لأنه كيف شفت فيش كثير تخصصات أعصاب، وفي حالات كثير نادرة اللي أمراض أعصاب اللي فيش لها علاج. فأنا جربت أفوت بهالمجال أو مجرب أفوت بهالمجال عشان أقدر ألاقي دواء أو علاج أو أي إشي اللي يساعد هاي الأمراض أو هاي الناس المريضة عشان ما نخسرش حياتنا، لأنه صارنا خسرانين. بيجي مئات الحالات اللي ما لهاش علاج بالأعصاب، يعني في علاجات مثل السرطان بلش يطلعوا لها أول بأول، علاج السكري بلش يطلعوا له، أما الأعصاب بعده لسه المجال بعده مسكر، المجال مش مفتوح، المجال بعده مغلق. فحبيت إنه أفوت بهالمجال، تتحدى يعني أتحدى بهالمجال وأثابر وأجتهد يعني أنافس نفسي تاني أصل. والهدف طبعا بس أساعد الناس اللي مريضة بالأعصاب، لأنه كيف بشوف كمية هائلة بتموت بالأعصاب ومفيش إلها علاج، يعني بيضلوا على التخت انه يموت، فيش غير هيك. انا الطالب احمد شواهدي من علبون، طالع ان شاء الله اتعلم طب كونسنسا بجامعه اوفديس برومانيا. بتعلم اول شيء بنصح كل بني ادم انه يتعلم اكيد، لانه صرنا بعصر علمي، يعني صار لازم الواحد كله، يعني اغلب يعني اسرائيل تنعد برضه من الدول المتقدمه كثير بالعالم، ولازم كله يكون متعلم. بس انا دفكه يعني اخترت مجال الطب لانه اول شيء انا بحب هالمجال، يعني البيولوجيا والطب، وانا تخصصت بالمدرسه 5 كيمياء 5 بيولوجيا 5 بيئه، يعني راح التحوم تاعي والفكر تاعي كله لهالمجال، يعني لانه اول شيء بحب هالمجال. كل واحد بحب المجال اللي يتعلمه او بده يكون يعني ناجح بمهنته اكيد لانه بحب هاي المهنه تاعته، مش لانه اهله غصبوه او شيء. وانا بالعكس اهلي كانوا يقدروا له تعلم ايش بدك وهاي، ما فاتش عليك شيء، بس انه انا اخترت الطب وخلص قررت، وقعدت 2 سنين عشان انه ضحيت بسنين عشان اتعلم طب، ومستعد اخرى 6 سنين برضه عشان انه بالاخر اطلع دكتور. وطبعا مش راح اوقف، يعني ان شاء الله بيسهل الامور معنا ونتمحي، والتمحود يعني تاعتي ان شاء الله انا مفكر تخصص يعني يكون تاعي جراحة قلب بنتايم يعني حاليا، يمكن عودة نقرر نغير حسب شو الظروف بتصير مع الواحد يعني لقدام. وبشكر كثير هالموقع انه قدر الشباب هون اللي طالعين يتعلموا ان شاء الله، والكل ينجح ان شاء الله.